السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل كنافة بالقشطة. هنا هنبدأ بالشربات. معايا كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية وعصير نص ليمونة. هبدأ ادوبهم وارفعهم على النار لحد ما يستووا. بقى انا محتاجة الشربات يكون متوسط مش تقيل. هنا بعد ما بيستووا بشيلهم من على النار واضيف لهم الفانيليا واركنهم على جنب. محتاجة الشربات يكون بارد. هنا معايا كوبايتين من اللبن الحليب وثلاث معالق كبار من النشا ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه، معلقة كبيرة من اللبن البودر. هبدأ ان انا اخلط كل المكونات دي على البارد واركنهم على جنب. معايا 300 جرام من الكنافة. بعد كده هضيف لهم ربع كوباية من السكر البودرة وتلت كوباية من السمنة المذابة. هنا انا استعملت سمنة بقري فلاحي. وهبدأ ان انا اخلط كل المكونات. معايا الصينية مبطناها كويس جدا بالسمنة، وهبدأ ان انا اساوي فيها الكنافة. وبعد كده بعمل قاعدة. هنا الكريمة وديتها على النار، طبعا احنا مدوبينها على البارد لغاية ما بتبدأ تستوي تعمل فقاعات. بعد كده بجيبها هنا في الصينية بالشكل ده وابدأ ان انا افردها. بعد كده ببدأ افرد طبقة خفيفة من الكنافة، وهنا بسويها بالشكل ده. في الوقت ده انا مسخنة الفرن. هبدأ ادخلها على الرف الاوسط على درجة حرارة فوق المتوسطة. لما بتخرج بالشكل ده هنا انا قلبتها، ومعايا كوبايتين من الشربات. طبعا انا ما استعملتهمش، استعملت كوباية ونص او كوبايتين الا ربع من الشربات عشان ما تكونش مسكرة جامد. هنا بدأت ان انا اقدمها بالشكل ده. بعد ما بردت طبعا بديلها الشربات وسبتها وزينتها بشوية جوز هند وسبتها لما بردت. بعد كده ببدأ ان انا اقدمها بالشكل ده. طبعا هي انا قلبتها، يعني اللي موجود فوق ده هو ده القاعدة اصلا، واللي تحت ده كان الوش.